دي كرة خطيرة من البداية وجول جول. يا 9 ثواني 9 ثواني مش معقول. يا الهدف الأول للمنتخب التونسي. يا مش معقول. بص الكرة من السنترة اتلعبت في الأمام، لمسة واحدة من يوسف باشا إلى العياري أهو، إلى يا مش معقولة خليل العياري. يا على المباراة. استلم كوره، حط المدافع في ظهره بشكل مميز جدا. خليل العياري لعيب كويس. ريان بسبس بيظبط كده الحائط بتاعه. ريان بسبس اهو. بس انا عاجبني الحقيقه الدفاع المغربي التونسي في تمركزه رغم سيطره المغرب على الشوط الاول بعد الهدف. ادي تسديده جوه جول للمغرب. معاذ ضحاك. يا معاذ ضحاك بيضحك الشعب المغربي كله بتسديده قويه جدا من خارج المنطقه. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام. بيقول له اهو الذكاء في تسديد الكوره. يا سلام عليك. ادي اهو معاذ ضحاك. الكاميرا كانت مركزه جاب الجول. بصوا رقم 10. يا سلام عليك ولد. حطها يا ولد. لعبها له كده، مشاها له على الارض. لسه بشكر فيه اللاعب رضا علاوي، بقول له لعيب رمانه ميزان. عمل الباس حلو قوي، فتح زاويه من الحائط البشري. بصوا الكوره بصوا الكوره. يا سلام على بس غيرت اتجاهها، غيرت اتجاهها بالدفاع. يا ولد يا ولد. معمار طه مره ثانيه بينيه. حلوه الكوره وجول جول. الجول الثاني. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد على التسديده. يا سلام عليك يا رضا. رضا العلاوي بقول لكم على هذا اللاعب من بدايه المباراه بتكلم عليه، بقول شوفوا الرؤيه بتاع لاعب لسه عنده يا دوب 19 سنه اهو قدامنا. رضا العلاوي رغم انه بيلعب محلي في المغرب في نادي الفتح الرباطي، ده لو وصلت المغرب لنهائيات كاس الامم الافريقيه هتلاقوا رضا العلاوي ده يوم ولا اتنين ويروح اي نادي في اوروبا، يبقى التشكيله كلها اللي موجوده في الملعب كلها من اللعيبه اللي بيلعبوا في اوروبا. يا سلام عليك يا رضا. بجانب الباسير كويس. بصوا خد الكره ازاي، بصوا خد الكره ازاي على طول. ما فيش كلام ولا سلام، ولا في كلام ولا سلام. بصوا حط الكره وعمل الباس وادي التسديده على طول. يا ولد يا ولد يا ولد رضا العلاوي.